اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا رب كلكم تكونوا بخير. تورتة النهاردة تورتة طويلة شوية وفيها شغل كتير. هنعرف كل التفاصيل دي مع بعض إن شاء الله في الفيديو. اللي أول مرة بيشوفني ياريت ما ينساش لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، وما ينساش الكومنت الجميل اللي دايما بيخليني أقدم كل جديد. يلا بينا نقول بسم الله وهنبدأ كده. أول حاجة يا بنات أنا ببدأ كده في أشكال عجينة السكر. طبعا ده عجينة السكر اللي انا بشتغل بيها، حبيت ان انا اوريها لكم. تمام. واول حاجة كده انا ببتدي ان انا الين عجينة السكر. هي بتكون صلبة كده شوية بلينها المادة اللي انا بشتغل بيها هي النشا هي اللي انا بفردها كده على مفرش السيليكون او على الرخامة. هي دي اللي انا بشتغل بيها. المادة التانية اللي انا ضفتها لعجينة السكر هي مادة سي ام سي دي يا بنات بتعمل ان هي بتنشف العجينة بعد ما بشكلها، فبالتالي بتديني نفس الشكل بالظبط وبتخليه مظبوط. زي ما انتوا شايفين كده انا اول حاجة عملت المجسم بتاع الجسم، ودلوقتي انا بعمل راس نيكورن. تمام. التورتيه كان مطلوب مني ان انا اعمل شكل نيكورن مجسم، وبقية المجسمات هتشوفوها معانا اللي موجودة على التورتاية، بس معظمها بالقطاعات. لكن طبعا نيكورن كانت معمولة بتصميم على ايدي، يعني مجسم بعمله على ايدي. طبعا انا بعمل كده جميع الاشكال اللي هي بتاعت نيكورن قبل ما اقفلها، اللي زي بعمل مجسم، بعمل راسه، بعمل هنا الودان، بعمل اللي هي وحيد القرن بتاعه. دلوقتي انا بعمل الرجلين، وهكذا بكمل ان انا بعمل الشكل المجسم معانا. زي ما انتوا شايفين اول حاجة كده انا عملت الرجلين بعد ما عملت المجسم والراس، ودلوقتي انا عملت الايدين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. انا طبعا بقيس كل حاجة ان هي تطلع معايا مظبوطة، فبقيس كل الاشكال مع بعض. طبعا جايز يكون انتوا شفتوا المجسم مش باين قوي او شكله مش اللي هو، بس والله يا بنات انا حاولت على قد ما اقدر ان يطلع نفس الديزاين بتاعه، بس الحمد لله رب العالمين طلع كويس قوي. وعلى فكرة التورتيه عجبت صاحبتها جدا جدا يعني. زي ما انتوا شايفين انا هنا بقى ببتدي ان انا برضو العجينة اللي هي لونها بينك والاصفر ان انا ببتدي ان انا برضو الينها كده عشان انا هشتغل بيها وهعمل بيها كده شكل الشعر بتاع نيكورن، ولسه كمان هنعمل من ورا الجناحين بتاعه والديل كمان. الشغل فيها كتير شوية النهاردة وكتير، يعني الشغل في التورتيه النهاردة كتير قوي. هقول لكم كل التفاصيل ده في خلال الفيديو دلوقتي واحنا مع بعض. طبعا يا بنات انا بعمل الاشكال دي كلها قبلها بيوم، وكنت لسه الكيك في الفرن لسه ما خبزته يعني، بس كان في الفرن. والاشكال دي قلت اعملها واسيبها بقى عشان الاشكال دي لازم تعمل عشان تنشف وتثبت على نفس الشكل اللي انتي عايزاه. هنا طبعا في النص كده كان في قلب لونه بينك، عملته بالشكل الجميل ده ولزقته كده. كل اللزق اللي انا بلزقه ده يا بنات بيكون بنقطة مية كده بلزقها. هنا بدهن بقى، كان في قلب كده على الرجلين من تحت مدهون ضغط، فدهنته بالشكل ده. ودهنت برضو وحيد القرن كده دهنته ضغط ذهبي بدهن. وهنا كنت حددت بقى العيون دي. العيون ده عملتها كده مش بقلم، انا عملتها بخلة، والخلة حطيت فيها لون اسود، وابتديت ان انا اعملها. ركبت كده الراس على المجسم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. وهوريكم دلوقتي بقية الاشكال، بس طبعا هنا الكيك كان هبتدي ان انا اشتغل فيه زي ما انتوا شايفين كده. فطبعا هنا ما شاء الله اللهم بارك التورتيه يا بنات دي كانت مقاس 22. تمام. طبعا هي اما تخلص وتتفنش بتديك 24 على طول، بتكبر درجتين، نصها فانيليا ونصها شوكولاته. تمام. بحطها كده في الحله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وكده اول طبقه، وبسقي شويه سيرب. وطبعا هنا الكريم شانتيه، كريم شانتيه شوكولاته وكريم شانتيه فانيليا، وهكذا. وبحط شويه من النوتيلا الابيض وشويه وايت صوص نوتيلا، وبحط كده شوكولاته كادبري، وهكذا. ببتدي اعمل وهكذا لغايه لما الطبقات بتاعتي كلها تخلص. تمام. التورتايه هنا لونها بينك، فهنستخدم كمان هنا الوان غذائيه زي ما انتوا شايفين كده. بحط برضو هنا الشوكولاته
بقطع كده شوكولاتة وشوكولات شيبس بقى، يعني كل عميل وليه طلب، وكل واحد، هي اذواق يا بنات والله، كل واحد ليه ذوق وعايز دي كذا ودي كذا، هي اذواق يعني. وحطينا المكسرات وبننزل كده برضو بالصوصات بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ما شاء الله اللهم بارك، هي متكلفة وصاحبتها طلباها بالشكل ده. هنا الكريم شانتيه انا ببتدي ان انا الونه، فبحط لون نقطتين كده من اللون كان هنا بينك فاتح، فانا حطيت كده نقطتين بس من اللون. شايفين ما شاء الله اللهم بارك التورتايه طلع ارتفاعها زي الفل، وما شاء الله اللهم بارك شكلها حلو قوي، وواضح فيها يعني ايه، زي ما انتوا شايفين كده ان هي ما شاء الله اللهم بارك متكلفة قوي. ببتدي كده ادخل في مرحلة التجليد بالشكل ده، وطبعا اعذروني لو انا بجري الفيديو لان الفيديو كان طويل جدا. انا بقول لكم التورتايه دي انا شغالة فيها يومين، يوم عملت اشكال عجينة السكر وخبزت، وتاني يوم ابتديت ان انا اجلس واثبت بعد كده اشكال عجينة السكر. تثبيت هنا اشكال عجينة السكر اخد معايا وقت كتير، لان طبعا هي هنا ما شاء الله اللهم بارك عليها شغل كتير، يعني شغل اشكال عجينة السكر كان كتير جدا. وفي اشكال انا لسه ما عملتهاش، هعملها دلوقتي لما احط التورتايه كده في الفريزر. انا دلوقتي دخلت التورتايه التلاجة، ودلوقتي هبتدي ان انا اشتغل في اشكال عجينة السكر زي ما انتوا شايفين. هنا ده باقي اشكال عجينة السكر زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا. هنا انا بعمل الكوسكوزة اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اول حاجة لدنت كده عجينة السكر اللي لونها بيبي بلو، ودلوقتي الاصفر، وطبعا معايا هنا ابيض. تمام، انا ببتدي بقى الدنها كده عشان انا عايزه اعمل كوسكوزة. هتشوفوا دلوقتي معايا سهل وبسيط. تمام، هو عبارة عن كذا لون مع بعض زي ما انتم شايفين. عملت البينك وعملت البيبي بلو، ودلوقتي هعمل الاصفر. تمام بالشكل ده كده. تمام، هي دي الالوان اللي كانت موجوده. هجيب كده اي غطا اثبته كده واشوف بقى الارتفاع اللي انا عايزاه قد ايه. فجبت غطا النشا عشان هو يعتبر اللي موجود قدامي دلوقتي، وانا عايزه بقى الارتفاع بتاعها، فانا قست كده الارتفاع بتاعها وقصيت ب السكرابر اللي انا كنت بعمل بيها، هي اللي قصيت بيها، ولزقت الكلام ده كله بميه، يعني انا لزقت برضو دول بميه، بس مش هيبقوا جامدين ان انت تشيليهم، فاهمني؟ فانا لسه هعمل لهم حاجه ان انا اشتغل بيهم ازاي. ودي بقى الاشكال كلها اللي هي النجوم والدواير، كل ده يا بنات الاشكال دي كلها انا قصيتها ومقطعه بقطعات. يعني هتلاقوا اشكال هنا دايره كده ومحطوط فيها برضو ترانزفير، محطوط فيها آم، كريسبي، محطوط فيها حاجات كتير قوي يعني، فارماسيه، وكل ده هتلاقوه موجود في الشغل هيبقى في قلب التورتايه دلوقتي تشوفوه يعني. وقصيت برضو اشكال نجوم مقاسات كتير، كل ده في قلب التورتايه. طبعا هنا نقست المقاس اهو. هاجي هنا من ورا هدهن بقى الكسكس ده بشوكولاته. هدهنه بشوكولاته ليه؟ علشان يثبت زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا. انا شايفين بقى انا دهناه بشوكولاته، هيثبت بقى هنا، هيلزق الشوكولاته هتلزق في الشانتيه على طول. وهحط هنا غيوم سحاب الناحيتين. وهنا بقى انا بحط ايه، كنت عايزه احط خله ورجعت قلت لا انا هثبتها، هحط لها شويه شوكولاته كده وهتثبت على طول يعني. هنا بقى زي ما انتم شايفين المصاصات اللي ورا دي هحطها بالشكل ده كده. تمام، وهحط بقى بقيه الغيوم دي كده. تمام، بثبتها كده بدهنها شوكولاته فبتثبت معاكي على طول. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. الشغل فيها كتير واشتغلت بقطعات كتير قوي، قطعت اللي هي الغيوم وقطعت النجوم واللي هي الدواير دي، كل ده اشتغلت بيه قطعات كتير جدا جدا. لسه كمان في نجوم تانية وقطعات اللي هي الاسم والرقم اللي هو الحرف، كل ده انا اشتغلت بيه هتشوفوه دلوقتي مع بعض. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، شايفين شغلها كان كتير جدا على فكرة يا بنات جدا يعني. يعني بعمل الشغل اللي هو بتاع عجينة السكر ده اخد معايا وقت كتير قوي زي ما هتشوفوا دلوقتي. شايفين ما شاء الله رقم 10 اللي هي طالباه بتاع البنوتة. والنجوم بقى هوزع بقية النجوم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده.
ما شاء الله اللهم بارك. شكلها حلو وما شاء الله، يعني متكلفة جامد، يعني متكلفة صاحبتها طلبها متكلفة جامد. هنا بقى هحط شوية سبرينكلز تحت بالشكل ده، هوزعه كده تحت عشان هي كانت طالباه الشكل كده من السبرينكلز ده. واحط هنا شوية بقى من السبرينكلز فوق برضو، وهنا سبرينكلز ناعم خالص اللي هو الابيض ده هحطه بالشكل ده كده، لان هو ده نفس الديزاين ونفس الشكل اللي هي طالباه واللي هي بعت صورته. تمام. لسه بقى ناقص الاسم، هحط الاسم كده على البورد تحت. تمام. بس هي كانت محتاجة بورد ابيض، بس انا ما عنديش حد بيبيع بوردات ابيض يا بنات. البورد الابيض محدش عندي بيبيعه. وده كده يعتبر الشكل النهائي بتاعها. بظبطها انا بقى. ايه رأيكم فيها؟ مستني رأيكم واقول لكم سلام.